البروفيسور عبد الإله هلالي، أخصائي نفساني وأستاذ علم النفس المرضي الإكلينيكي بجامعة مولاي إسماعيل. مداخلتي ركزت على أهمية التربية النفسية الصوفية في تدبير التطرف الديني، وقبل ذلك تحدثت عن المدارج التطرف انطلاقا من التطرف الفكري والموقفي، كيف يبدأ الفرد في المرحلة الأولى بالتطرف في المواقف والتطرف في الأفكار، انتقالا إلى تطرف سياسي وتعصب سياسي، وهذا كله يضر بالوحدة والتماسك الاجتماعي، انتهاء بالأكثر مضرة وهو التطرف الديني والتعصب إليه، مما يؤدي إلى سلوك الإرهاب وأذى الآخرين. إذن المنطلقات الأساسية التي انطلقت منها المداخلة هي أولا المرتكزات الروحية والعلمية لأهمية التصوف والتربية الصوفية في حياة الأفراد، انطلاقا من أن هذه المرتكزات الصوفية تنطلق من أن السالكين في التصوف يرتكزون على المعارف القلبية وعلى الحب، وبالتالي فهم يتدربون من الأول على نبذ العنف ونبذ كراهية الآخرين وتعلم حب خلق الله انطلاقا من حبهم للخالق. ثم كذلك أن المرتكزات الأساسية للتصوف هو الحاكمية لله، أن نرجع الكل لله، وهذا يساهم في المرونة والتعايش والتكيف. إذن هذه الأفكار الأساسية، سواء الخلاصات العلمية التي درست سلوك المتصوفين وجدت فيها القابلية للتكيف والقابلية للحوار والقابلية للإخاء والقابلية للتعايش، ثم المرتكزات الروحية التي ينطلق منها التربية الصوفية، هي التي جعلتني أحاول أن أضع برنامجا بدأ في طرابزون حينما حضرت في طرابزون بتركيا حول أهمية التربية الدينية السليمة، انتقالا إلى تطوير هذا البرنامج بالقاهرة، والآن في مكناس أضعه رهن إشارة الطلبة من أجل بلورته للشباب، من أجل تدريب الشباب وفق برامج تربوية جديدة مستمدة من التربية النفسية الصوفية، قد تفيد في القضاء على التطرف والتعصب، انطلاقا من فشل أو محدودية بعض التجارب السابقة، منها المقاربة الأمنية القانونية، محدودية المقاربة التعليمية الفقهية، محدودية المقاربات الأخرى السوسيو الاقتصادية وكذلك الثقافية. هذه التجربة بدأت نجاعتها في تجربة أولية، ونحن الآن في بصدد تطويرها من أجل تعميمها على مجموعة كبيرة من الشباب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، اضغطوا على الزر سبسكرايب، المرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. المواطنة نيوز، صوت المواطن.